واش الدار اللي ما خاص حتى واحد يدخلها؟ في واحد الدوار بعيد على المدينة كانت كاينة دار قديمة واقفة بوحدها فوق ربوة محاطة بشجر الزيتون. الناس ديال الدوار كانوا كيسموها دار السكت. ما كان حتى واحد كيقرب ليها من بعد ما تغرب الشمس. وكانوا الكبار ديال الدوار ديما كيقولوا إلا سمعتي شي واحد كينادي عليك من داخل الدار ما تجاوبش. ولكن ما حد كان عارف علاش، حتى جا واحد الشاب سميتو ياسين. ياسين كان خدام في البناء وجا للدوار باش يخدم مع واحد المقاول في ترميم بعض الديور القديمة. نهار من النهارات قال ليه المقاول كاين واحد الدار فوق الربوة خاصنا نصلحوها قبل الشتاء. ياسين شاف الدار من بعيد وسول واش هي هديك؟ المقاول سكت شوية ومن بعد قال ايه، ولكن حاول تسالي خدمتك قبل المغرب. ياسين ضحك وقال علاش؟ واش غادي تهبط علينا الشتوية؟ المقاول ما جاوبوش. نهار الخدمة الأول داز عادي، ولكن في العشية من اللي كان ياسين كيجمع العدا سمع صوت خفيف جاي من الطابق الثاني. خطوات، واحدة، جوج، ثلاثة. وقف ياسين، طلع عينيه للسقف وسمع واحد الصوت كيقول ياسين تجمد في بلاصتو، حيت ما كان حتى واحد عارف سميتو داخل الدار. قال مع راسو يمكن شي واحد من العمال كيدير فيها المقلب. طلع الدروج بشوية. الطابق الثاني كان خاوي، غير الغبرة، شبابيك مكسورة وباب قديم مسدود. قرب ياسين الباب وفجأة طق 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 شي واحد دق من الجهة الأخرى. ياسين رجع خطوة للور وقال شكون؟ ما جاوب حتى واحد. داز وقت قصير ومن بعد سمع نفس الصوت. ياسين حل الباب. هنا بدا الخوف يدخل قلبه، حيت الصوت كان صوت أمه، ولكن أمه كانت ساكنة في مدينة بعيدة. ياسين خرج يجري من الدار وما رجعش ليها حتى لليوم الموالي. في الصباح رجع مع المقاول قال لي البارح سمعت شي واحد في الطابق الثاني. المقاول تغير وجهه شنو قال ليك؟ ياسين جاوب ناداني بسميتي وبصوت أمي. المقاول بقى ساكت ومن بعد قال أنا قلت ليك ما تبقاش حتى تغرب الشمس. ياسين صار يعرف الحقيقة. المقاول تنهد وقال هاد الدار كانت ساكنة فيها عائلة من سنين. واحد النهار اختفى الأب والولد الصغير بلا أثر، والأم؟ المقاول جاوب بقات كيتسول عليهم حتى ماتت. ومن داك النهار الناس كيسمعوا أصوات من داخل الدار. ياسين قال واش البوليس ما قلبش عليهم؟ المقاول رد قلبوا ولكن ما لقاو والو. بعدها بيومين قرر ياسين يرجع للدار مرة أخرى. هاد المرة دخلوا معاه مصباح قوي وتليفونه. كان باغي يصور كل شي باش يثبت للناس ان الحكاية كلها غير خرافة. دخل الطابق الأول والو، طلع للطابق الثاني والو، حتى وصل للباب القديم. كان الباب مسدود، ولكن هاد المرة كان محلول شوية. ياسين دفعه بيده. دخل، لقى غرفة صغيرة وفي وسطها صندوق شبي قديم. فتح الصندوق، لقى داخله صورة قديمة، صورة الأب، صورة الأم، وصورة ولد صغير، ولكن كانت كاينة صورة رابعة. ياسين قربها للضوء وتصدم. الصورة كانت جديدة، ماشي قديمة، وفيها هو شخصيا واقف قدام نفس الدار. ياسين بقى كيشوف الصورة وما قادرش يتحرك، ومن وراها سمع صوت خافت. وصلت يا خيرا. طاروا شو بسرعة، ما كانت واحد خرج من فرفوق بقطروش ياري.
ولكن لو سن داد الرئيسي دانستو حاول افتاه وما تحركش، وفرجعت مع صوت مؤقت الثاني. ياسين سد عينيه وخبي يديه على ودنيه، ولكن الصوت قرب اكتر. ياسين ما تخافش. ومن داك قدر الصوت انا صوت طفل صغير ده. علاش خليتيني قادي؟ ياسين تبقى ثابت، وفجأة قابتها للضوضو. خرج ياسين بلا ما يشوف راهو من داك النهار، وما رجعش للدوار. اكشر رجع مقاول المدينة باش يسول عليه، لكن ديما يمشي يدخل الدار مرة خيرة. طلع للطابق الثاني، لقى صندوق الخشبي بابي في وسطو. فتح الصندوق بالصورة قديمة كلت مسارك تيمة، ولكن الصورة جديدة اختفات. راسها كانت كاينة صورة أخرى. المقاول قرر ركو فيلو ياسين واقف داسر الغرفة حتى طفل صغير، وقال له مرات حاجة واش كتبت ثم في ألف في الصورة كانت مكتوبة جملة واحد داقي واحد. ومن دات النهار حتى واحد مقاك يا ربي دار سيكت. ولكن الكوار كاع كيوني فقورين ضيلة من اللي كيدوز شي واحد قريب من ربو. كيعبر يسمع صوت طفل صغير كيقول واش شيتي تهاد معايا؟ ورفريق انتقار ما تقعدش حاوي. ندعيت كي دار في عقل